تسمع بالست عزيزة الفحلة؟ حد من أحفادها قال في مرة شافت الأتراك كانوا بيضربوا المصريين، أي حد مصري قدامهم يمر يضربوه ويقول له فلاح خرسيس، وده أثار غضبها وهجمت عليهم بالضرب، لأنها كانت مشهورة بالضرب بالروسية، وكان معاها دايما عصاية مدببة وفي آخرها مسمار. ولما دخلت للقاضي غضب منها وقال لها مش عايز أشوف وشك تاني، واتشجرت مرة أخرى مع الأتراك، وفي المرة دي دخلت للقاضي بظهرها، فقال لها داخلة بظهرك ليه يا عزيزة؟ فردت عليه وقالت له مش انت قلت لي ما اشوفش وشك تاني؟ انا دخلت لك بظهري اهو. فضحك القاضي ضحك هستيري وقال لها روحي يا عزيزة. وكانت معروفة بخفة دمها. وفي وقت الاستعمار الانجليزي كان بيرجع الانجليز من خمارات مخمورين وبيهجموا على السيدات في الحمامات العامة لهتك عرضهم واغتصابهم. لما سمعت الحاجة عزيزة بالكلام ده راحت واحضرت ليهم مكيدة وجمعت رجالها بالشوم والعصي وخبأتهم داخل الحمام، وانتظرت هي على باب الحمام. واول ما شافت الانجليز جايين شاورت لهم بيدها مرحبة بالدخول للحمامات، ففرحوا وقتها واعتقدوا انها بتعدلهم النساء من اجلهم، ولكن ما كان يحلمون به كان في خيالهم فقط. واول ما دخلوا يا سيدي انقضت عليهم هي ورجالها بالضرب المبرح وادتهم علقة. انما هي اتربى الممثل محمود المليجي في المكان اللي كانت فيه عزيزة، وكان شديد الاعجاب بشخصيتها لانه كان بيتعلم منها اصول الفتوى، وهي سر شخصيته اللي كنا بنشوفها في الافلام منه. وفوق ده كله كانت بتدرب شباب المنطقة على رفع الاثقال. لو عجبتكم القصة ما تنسوش اللايك والشير، ونشوفكم على خير. سلام عليكم.